مساء الخير واهلا وسهلا بكم مع لاكي كيكس وفيديو جديد. هنتعلم النهارده ازاي نخبز بسكوت سهل وبسيط، وكمان هنعمل له ديكور حلو جدا لكل المناسبات الحلوه، والاطفال والكبار يقدروا ينفذوه بطريقه بسيطه قوي. او لو انت عندك مشروع وعايزه تعمليه هيكون مفيد جدا. ولو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي مها كيك ارتست، وبقدم لكم فيديوهات تعليميه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ما تنسيش تشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد لو انت مهتمه. وكمان لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. ويلا بينا نبدا وصفتنا بسرعه ونشوف ازاي هنعمل بسكوته اللذيذه دي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هبدا بيها هي الزبده. يكون عندي زبده بدرجه حراره الغرفه، وهنزل بالسكر عليها، وكمان هضيف لها شويه من الملح، وكمان هضيف الفانيليا، وهبتدي اخلطهم مع بعض بمضرب الكف بالشكل ده، او حتى بايدك بمضرب كهرباء مفيش مشكله خالص. الوصفه سهله وبسيطه خالص ومش محتاجه ادوات كتير. انا بس عشان اسهل على نفسي عشان كان عندي شغل، فحبيت ان انا اوريكم ازاي انا بشتغل، ولو عندك عجان ازاي تستخدميه. هضربهم مع بعض لغايه ما يوصل القوام زي كريمي شويه، ويختلط السكر مع الزبده. وبعدين هنزل ببيضه واحده وهبتدي اقلب. طبعا انا اوريدي ضايفه الفانيليا، وهقلبهم مع بعض. اول ما يختلطوا مع بعض هنزل بالدقيق كماده رابطه والبيكنج باودر. لما هنزل بالدقيق والبيكنج باودر خلاص دي بسكوته انا مش عايزاها الفها كتير او اعجنها كتير. هلف بس لفه بسيطه اتاكد ان كل المكونات اختلطت مع بعض كويس واتلمت العجينه معايا بالشكل ده. احنا متفقين دايما بنقول ما نعجنش في البسكوتات فتره كبيره علشان ما تعيش معانا وتطلع مظبوطه. جيب بقى بلاستيك غذائي او كيس بلاستيك، هلف فيه العجينه بتاعتي واريحها على الاقل ساعه، ساعه ونص في التلاجة، او ابيتها لتاني يوم. ولو انت عندك شغل بيها ممكن تعمليها وتقعد معاكي في الفريزر لمده شهر. تطلع بقى من الفريزر هبتدي او من التلاجة هبتدي ان انا ارش بس رشه دقيق بالشكل ده، وهبتدي افرد العجينه بالراحه خالص. اهم حاجه اتاكد ان انا رشه وش العجينه بالدقيق وكمان على النشابه بتاعتي، وهبتدي افرد بالراحه خالص. ما ضغطش قوي عشان انا مش عايزه العجينه تتكسر معايا، انا عايزاها تتفرد بطريقه بسيطه وسهله خالص، وفي نفس الوقت ما تفقدش القوام بتاعها. انا عايزاها تكون ماسكه نفسها عشان اقدر اقطعها بالراحه، وما اشتغلش طبعا في جو حر علشان ما تسحش معايا الزبده، وتحافظ البسكوته على شكلها. اتاكد بس انها مستويه كويس جدا وان السطح كله مستوي كلها بنفس السمك. هي حوالي سمك يعني اقل شويه من نص سنتي. وهجيب القطعه بتاعتي هحطها شويه في الدقيق، وهبتدي اقطع بيها. مش هحركها بس هضغط عليها وبس كده. شايفين الشكل ده السمك بتاعها. ما تحاولوش تخلوها اسمك من كده لان هي بترتفع طبعا شويه في الفرن. احنا حاطين بيكنج باودر بس مش حاطين كتير. الوصفه دي مش محتاجه بيكنج باودر كتير عشان ما تفرش معاكي البسكوته وما تعلاش قوي. احنا زي ما بنقول عايزين نحافظ على شكلها عشان بعد كده نقدر نشكلها ونحط عليها الديكوريشن بتاعنا ويطلع شكله حلو. خلص بقى الكميه كلها، وزي ما قلت لكم القطعات دي حسب انتي الشكل اللي هتشتغلي بيه. انا بس بوريكي التكنيك. وهشيل بقى كل العجين اللي حواليها. ولما اجي ارفع البسكوته من على الترابيزه بتاعتي لازم على مهلي خالص، عشان زي ما قلنا مش عايزاها تغير الشكل بتاعها. شوفوا ازاي متماسكه لانها لسه بارده. كمان لو العجينه معاكي طريه او الجو سخن هتغير شكلها، واحنا مش عايزين كده. احطها بقى على الصينيه بتاعتي، والفرن عندي شغال على درجه حراره 180. هتاخد معايا في الفرن حوالي 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير جدا. وده بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طبعا هسيبها تبرد خالص. شوفوا قد ايه محافظه على الشكل ذهبي، حاجه خفيفه بس من الاطراف، ما بسيبهاش تلون قوي. وبعد ما بردت معايا بجيب عجينه السكر او الفوندنت، عجينه السكر عاديه خالص، واحط شويه من النشا وكمان نشا من فوق. احنا طبعا عملنا الحاجات دي مع بعض اكتر من مره، والبسكوتات عملنا اكتر من نوع من الديكوريشن، وهسيب لكم اللينك بتاعها كله تحت الفيديو. هجيب بقى نفس القطعه اللي قطعت بيها بنفس الشكل بنفس المقاس، وهبتدي اقطع في الفوندنت واحرك شويه. شوفوا مع البسكوت قلت لكم ما تحركوش عشان ما نغيرش الشكل، لكن مع الفوندنت بنتحرك بس، بنهزها كده شويه، مش رايح جاي بس بنهزها شويه
عشان نتأكد ان العجينة اتقطعت معانا مظبوط وتحتها النشا علشان ما تلزقش معايا على السطح. وبعدين بحط شوية من المربى وبلزق عجينة السكر ومش بضغط عليها. اكبر غلط بيحصل مع الديكوريشن انكم يا بنات بتضغطوا بصوابعكم بتعلم على الفوندن، ده غلط جدا. بندوس دوسة بسيطة بس هي على طول هتلزق، لان ده سكر والبسكوت والمربى بسرعة هتلزق معانا. وبالتولز بتاعتي اللي بيكون بالشكل ده هبتدي اعمل واحدة كمان اهو، شوفوا. بعدين بجيب التولز بتاعتي وبعمل بس كسرات كده علشان ادي شكل اعمق شوية لشكل السحابة ويدينا شكل احلى. طبعا دي حسب الرغبة مفيش مشكلة، بس انا بحاول اديكم تكنيكس تكون تديكم يعني افكت حلو وشكل حلو للبسكوتة. وبعدين هجيب شكل النجوم، هي دي بلانشر بتيجي كده اكتر من شكل او اكتر من مقاس. تقدري تحطي وردة، تقدري تسيبيها سادة زي ما تحبي. كمان الستارز دي ساعات بتتباع جاهزة، انا بعد ما اشتغلت بصراحة الشغل كله يعني لقيتها جاهزة بعد كده بس مش مشكلة خالص. نجيب شوية برضو من الفوندن بس طبقة رقيقة، وبعدين بحط شوية من اللزق الغذائي عملنا مع بعض قبل كده، كمان هسيب لكم الرابط تحت الفيديو في الديسكريبشن بوكس. وبعدين بقطع وبضغط كده بالشكل ده. دي طريقة صحيحة لاستخدام البلانشر. اول بتقطعي وبعدين بتحطيها بتلزقيها بالشكل ده، بتسهل عليكي الدنيا جدا جدا. وبرده دي الادوات دي كلها موجودة عند المحلات بتاعت خامات الحلواني وسعرها رخيص جدا. الحاجات دي جايباها كلها من مصر. وبملون غذائي لونه ذهبي هبتدي اني الون النجوم اللي عندي بفرشة صغيرة رفيعة خالص. الفرش دي طبعا موجودة في المكتبات، وببتدي بخصصها طبعا للشغل ده مخصوص. وبعدين بلون النجوم بالشكل ده بس من فوق. شوفوا الشكل قد ايه جميل جدا وناعم وبسيط. دايما بقول لكم بلاش الالوان الكتير، خلينا في الالوان الناعمة الهادية، وكل ما كانت الحاجة بسيطة كل ما كانت ارقى واشيك كتير. اتمنى يكون الفيديو النهاردة مفيد بالنسبة لكم وتقدروا تطبقوه بطريقة سهلة وبسيطة. هستنى بقى تطبيقاتكم على الصفحة على الفيسبوك وتعليقاتكم تحت في الكومنت، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. نعمل مع بعض الكب كيك ونشوف ازاي هنزينه بنفس الطريقة، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. تحياتي لكم، مع السلامة.